اول ما اقول لك اسم السندريلا على طول هيجي في بالك سعاد حسني. ايوه بالظبط، هي سعاد. بالرغم ان حياه سعاد حسني ما كانتش تتعدى ال 58 سنه من ساعه ما اتولدت في بولاد سنه 43 ولحد ما توفت في لندن سنه 2001، الا انها حياه مليانه بالقصص والمواقف الكتير اللي ممكن نتكلم عنها في حلقات كتير لا حصر لها. بس النهارده هكلمك عن قصه مش كتير من الناس يعرفوها. تعال احكي لك. في النص التاني من الستينات، لما كانت سعاد في عز نجوميتها، اتجوزت من مصور، او زي ما بيقولوا كده بلغه السينما كاميرامان. اه والله زي ما بقول لك كده، مش مخرج كبير ولا كاتب ولا فنان مشهور ولا منتج ولا حتى مدير تصوير، هو مجرد شاب مصور شاطر كاميرامان. وهو الاستاذ صلاح كريم اللي في الوقت ده كان مصور، واخوه كان مدير التصوير الشهير كمال كريم. سعاد اتجوزت المصور صلاح كريم واللي اتعرفت عليه وهو بيشتغل كمصور في احد افلامها. ما هو ما شاء الله في الوقت ده سعاد كانت شغاله كتير جدا، وكانت بصراحه نجمه الشباك. بيقال انها اتجوزته عشان تنسى بيه حبها لعبد الحليم، بس ده مش موضوعنا. ناس كتير في الوسط استغربت ازاي السندريلا في عز شهرتها ونجوميتها تتجوز حته مصور. اي نعم هو شاب واعد وله مستقبل واخوه مدير تصوير كبير، لكنه برضه في النهايه لسه مصور. المهم عشان ما اطولش عليك قول طول، الجوازه ما استمرتش كتير، قول حوالي سنتين ثلاثه، وفي قول اخر سنه واحده. بس اثناء الجواز حصلت الحكايه اللي هحكيها لك دلوقتي. قلت لك يا عم تعال احكي لك. صلاح كريم حب ان هو يبقى مخرج، وبما ان مراته السندريلا فيبقى اكيد هي البطله، وبالفعل عرض عليها الموضوع. بس هي الحقيقه استغربت. طب ازاي يا صلاح، ده انت مصور عاوز تنط المخرج؟ طب واحده واحده، افهم ان انت تبقى مصور بعد كده مدير تصوير او مساعد مخرج وبعد كده مساعد اول بعد كده مخرج. بس سعاد ما حبتش انها تحرج، في الاخر ده جوزي برضه. وافقته على فكرته، وبالفعل بدات انها تساعده بانها تجيب له سيناريوهات وقصص وافكار عشان يبدا يدور على مشروعه الاول في الاخراج. عمنا صلاح كريم ما كانش بيعجبه السيناريوهات اللي سعاد بتجيبها له. اه والله العظيم زي ما بقول لك كده. قوم ايه صلاح كريم قرر ان هو يكتب قصه وسيناريو وحوار الفيلم اللي هيخرجه. لا 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 يا عم صلاح، الموضوع كده كبر منك. انت عاوز تكتب؟ مش كفايه هتخرج يا عم صلاح، ده انت اول مره. بس عمك صلاح صمم وكتب الفيلم، وطبعا هو المخرج، واكيد يعني مش هيجيب مدير تصوير من بره، فطبعا بقى كاتب ومصور ومخرج الفيلم. انت متخيل؟ وطبعا سعاد قالت ده جوزي برضه ومش لازم وطبعا الست سعاد قالت ده جوزي برضه ومش لازم ازعله. وبداوا فعلا في تصوير الفيلم اللي هو من تاليف وتصوير واخراج صلاح كريم، وبطوله السندريلا سعاد حسني. وطبعا كان معاه نجوم من نجوم الصف الاول وقتها زي حسن يوسف وثلاثي اضواء المسرح. وخرج الفيلم للنور سنه 1968. اقول لك بقى على اغرب حاجه في القصه دي، الفيلم نجح نجاح رهيب ويعتبر من اجمل والذ الافلام الكوميديه القديمه. اصل الفيلم ده يبقى فيلم الزواج على الطريقه الحديثه. ايوه شاطر، ده اللي فيه الاوبريت اللي اتعمل على الشط بتاع ايه، وانت هذا قول لي لماذا خدت جاز. فيلم تحفه وانا شخصيا بعشقه جدا الفيلم ده، واللي فيه كوميك شهير جدا الناس بتستخدمه لغايه دلوقتي على السوشيال ميديا، اللي هو فيه شيخ وقسيس راكبين عجله وبيجروا. مسخره مشهد. المهم طلع عمك كريم كان صح وكسب الرهان اللي رقمه على نفسه. وعلى فكره صلاح كريم يعتبر من اهم صناع السينما، وشارك في تصوير افلام واعمال كتير جدا 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 هبقى اقول لك عليها بعدين. ربنا يرحم الاستاذ صلاح كريم ويرحم سعاد حسني. وبس يا سيدي، خلصت الحكايه. فولو بقى. سلام.